كنا لعبنا في ويفا دي زابيط فرونسي وهو من اصله مغربي. انا داخل كوب دوروب هادي تيجي عندي حكام تيقول لي وفينا بون قلت له المهم اللي بان كيفاش شكليه. كم الجمهور المغربي كيف ما عودتونا بالتشجيعات ديالكم في المغرب كنحتاجوا التشجيعات ديالكم في اوزبكستان. مرحبا بكم، دعيو معنا الاخوان الله يحفظكم. مرحبا بكم، اجيو عاونونا وراكم ديما معنا في القلب. شكرا. ديما مغرب. دشن المنتخب المغربي كرة القدم داخل القاعة مشواره في كأس العالم بانتصار طاجكستان ب4 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بين الطرفين يوم الاثنين لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. وتوج الحارس المنتخب المغربي عبد الكريم عنيبة بجائزة رجل المباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب طاجكستان. وقد تألق عبد الكريم عنيبة بشكل لافت خلال المباراة، حيث قدم أداء استثنائيا وتصدى العديد من الهجمات الخطيرة من الفريق الخصم. وكان عنيبة دور حاسم في الحفاظ على تفوق المنتخب المغربي خاصة في اللحظات الحرجة من المباراة. تصدياته الدقيقة وردود فعله السريعة جعلته يستحق تتويج بجائزة رجل المباراة عن جدارة، مما يعكس أهمية الدور في تحقيق الانتصار المميز. الجنوب الافريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف انه قرر ترشح لفترة رئاسة جديدة في انتخابات 2025، وذلك على مشي اجتماع المكتب التنفيذي الكاف الذي عقد يوم الاثنين في العاصمة الكينية نيروبي. ومن المقرر ان تعقد الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي كاف يوم 10 اكتوبر المقبل في الكونغو لمناقشة بعض القرارات المهمة قبل الجمعية العمومية في مارس 2025 التي سيتم خلالها انتخاب رئيس جديد للاتحاد الافريقي ونصف الاعضاء المكتب التنفيذي وكذلك المرشحين للعضو الكونغرس الفيفا. ومن المتوقع ان يتم تاجيل الجمعيه العموميه المقبله عده ايام من حين انتهاء من الاجنده الدوليه للمنتخبات والمقرر لها خلالها الفتره ما بين 7 الى 15 اكتوبر المقبل. وكشف الاتحاد الافريقي كرة القدم عن موعد الرسمي لبطولة كأس افريقيا المحليين 2024 والتي تم تاجيلها لتقام خلال الفترة ما بين 1 إلى 28 فبراير 2025، وستقام لأول مرة في 3 دول وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا. يبدو أن اللاعب ريال مدريد الدولي المغربي إبراهيم دياز 25 عاما تلقى ضربة موجعة بعد تعرضه للإصابة قوية خلال مباراة فريقه ضد ريال سوسيداد أول أمس السبت في الدوري الإسباني، ما سيبعده عن الملاعب لمدة 3 أشهر حسب تقرير صحيفة آس الإسبانية. هذه الإصابة المفاجئة تأتي في وقت حاسم بالنسبة لدياز الذي بدأ ثقة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي منحه الفرصة في التشكيلة الأساسية خلال المواجهة الأخيرة على حساب البرازيلي رودريغو. جاءت الإصابة في وقت سيء جدا للاعب الذي تألق بشكل لافت مع المنتخب الوطني في الفترة الأخيرة، يدخل ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية الإفريقية بعد مستوياته المميزة مع أسود أطلس وكذلك مساهمته في الحصول فريقه على اللقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني في الموسم المنقضي، علاوة على كأس السوبر الأوروبي، إلا أن الإصابة التي تعرض لها ستؤثر بشكل كبير على فرصه في التتويج بهذا اللقب الفردي المهم. وكان أنشيلوتي يتردد في إشراك دياز بانتظام في البداية، لكنه غير رأيه بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعب المغربي في التدريبات والمباريات الأخيرة. ويعني غياب دياز لمدة 3 أشهر أنه سيفوت عددا كبيرا من المباريات الحاسمة سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، ما سيؤثر على مسيرته في هذا الموسم المهم. وبينما ينتظر دياز العودة للملاعب في أقرب وقت ممكن وبينما ينتظر دياز العودة للملاعب في أقرب وقت، ستكون فترة غياب هذه تحديا كبيرا للاعب الشاب الذي كان يأمل في مواصلة التطور والمنافسة على الجوائز الفردية واللعب في أعلى المستويات مع الفريق بحجم ريال مدريد. لكن مع الروح القتالية التي يعرف بها النجم المنتخب الوطني الجديد، يمكن للجماهير أن تتوقع عودته أقوى وأكثر عزيمة بعد تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
على بعد سنة تقريبا من تلاقي العرس الكروي، وقع اختيار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف رسميا على 6 مدن مغربية لاستضافة منافسات كأس أفريقيا المرتقبة في شهر دجنبر 2025 ويناير 2026. وسوف تحتضن مدن الرباط، الدار البيضاء، مراكش، طنجة، أكادير، وفاس مباريات البطولة الكبرى، مما يضع المغرب في قلب الحدث القاري. البطولة سوف تبدأ بمرحلة المجموعات من 21 إلى 31 دجنبر، قبل أن تنطلق المنافسات دور الثمن من 3 إلى 6 يناير. تليها مواجهات ربع نهائي يومي 9 و10 يناير، وصولا للنصف النهائي المنتظر في 14 يناير. ويستعد المغرب هذا العرس الرياضي بأفضل تجهيزاته ليبهر إفريقيا والعالم باستضافات استثنائية لبطولة يراهن عليها لتكون الأفضل على الإطلاق في تاريخ القارة السمراء.